في ناس بتصحى كل يوم، بتشتغل، تاخد مرتبة، تحطه في البنك. بعد 10 سنين بيلاقي نفسهم في نفس المكان، مش لأنهم كسلانين، لأن محدش علمهم ولا عرفهم الأوضة التانية في البيت فيها ايه. أنا مش هنا عشان أعلمك ازاي توفر. أنا مش هنا عشان أبيعلك كورس وأقولك اعمل ثروة في 30 يوم. أنا هنا عشان أفتح لك الأوضة التانية اللي محدش بيحكي عنها. خليني أسألك سؤال واحد بس. لو بصيت دلوقتي على حسابك في البنك، الأرقام دي بتتكاثر ولا بتتآكل؟ ومش قصدي على التضخم، قصدي هل فلوسك بتشتغل وانت نايم؟ لو اجابتك لا او مش عارف، يبقى الفيديو ده ليك، مش عشان تتعلم. الفيديو ده عشان تصحى. في مليون قناة بتعلمك ازاي تستثمر، تقولك اشتري دهب، اشتري دولار، اشتري اسهم، وكلهم صح، بس مش كفاية. لان المشكلة مش في تشتري ايه ولا تستثمر فين، المشكلة في ازاي دماغك بتفكر في الفلوس، وده اللي محدش بيتكلم عنه. سنة 23 التضخم في مصر وصل ل38%. يعني لو كان عندك مليون جنيه في البنك، قيمته الحقيقية قلت أكتر من التلت. مش لأن البنك سرق فلوسك، لأن في حاجة اسمها تكلفة عدم المعرفة، وده اللي هيفضل موضوعنا هنا. أنا جايب لك خبرة سنين في تحليل الأسواق آراء علماء الاقتصاد، وبقول لك إن الخلاصة: الناس مش بتخسر لأنها مش بتعرف الأرقام، الناس بتخسر لأن دماغها بتخدعها. في مجال اسمه الاقتصاد السلوكي بيثبت إن حتى أذكى الناس بتاخد قرارات مالية غلط، مش من الجهل، من التحيزات النفسية اللي مش بتحس بيها. القناة دي مش هتعلمك تحفظ تعريفات، هتعلمك تشوف الصورة كاملة. هنتكلم عن البورصة، بس مش بالطريقة اللي عارفها. هنتكلم عن الاقتصاد، بس من الجذور، مش من العناوين. هنتكلم عن اللي بيحصل دلوقتي في مصر والعالم، بالطريقة اللي بيفكر فيها اللي شايف، مش اللي بيسمع. خليني أسألك سؤال تاني. البنك المركزي قبل شوية خفض الفايدة 820 نقطة أساس، ده رقم كبير. السؤال مش ده مش كويس ولا وحش، السؤال ازاي ده بيأثر على فلوسك اللي في البنك دلوقتي. لو مش عارف الإجابة يبقى مش مشكلتك، مشكلة إن محدش سألك السؤال ده من الأول، وده اللي أعلمهولك هنا. البورصة المصرية عملت 50% في سنة واحدة، وفي ناس خسرت في نفس الوقت، مش عشان هم اختاروا غلط، عشان دماغهم خافت لما المفروض تشتري، وطمع لما المفروض تبيع. هفهمك ليه أذكى الناس ممكن تخسر في سوق صعب. دلوقتي عندك اختيار: ممكن تقفل الفيديو ده وتفضل زي ما انت، تشوف الأخبار، تسمع نصايح، تاخد قرارات على أساس إحساس. وممكن تقول أنا عايز أفهم، مش عايز أحفظ، مش عايز أتبع القطيع، عايز أشوف. لو أنت من النوع ده من الناس، يبقى القناة دي اتعملت عشانك. بس خليني أوضح نقطة مهمة: هنا مش هتلاقي إجابات سهلة، هنا هتلاقي الأسئلة الصح، واللي بيسأل الأسئلة الصح بيوصل للإجابة الصح بنفسه. لو حسيت إن في جزء منك عارف إنك محتاج تفهم أكتر، اشترك دلوقتي، مش عشان الجزء ده فيك. الفيديو الجاي هجاوبك على سؤال واحد بيفكر فيه كل مستثمر في مصر دلوقتي: البورصة عملت 50%، ايه اللي جاي؟ أنا العارف، واديني قلتلك.